متابعي قناة صدى أخبار 24، أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. فينيسيوس بالمغرب. زار النجم البرازيلي المغرب يوم أمس في زيارة خيرية لأحد المدارس المغربية، حيث داعب الكرة رفقة تلاميذ تلك المدرسة، وبعدها توجه إلى رمال الصحراء المغربية لأخذ صورا تذكارية بالمغرب الحبيب. غير أن الإعلام الجزائري ذهب بالقول إلى أن المغرب اعتمد فينيسيوس ليزيد من اعترافات الدول العظمى بمغربية الصحراء، وكأن المغرب يحتاج مثل هذه الترهات الجزائرية. من جهتهم عبر النشطاء على منصة إكس ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن آرائهم، حيث ذهب بعضهم بالقول أنه من الجيد زيارة نجوم مثل فينيسيوس للمغرب ويلبس قميص زميله السابق في ريال مدريد أشرف حكيمي من أجل الترويج للسياحة وغيرها، لكن لا يجب أن يزور المدارس وأخذ صور مع التلاميذ والظهور كقدوة لهم، خاصة وأنه معروف بتصرفاته المستفزة لدرجة أن بعض مشجعي ريال مدريد ينتقدونه وينصحونه بالرصانة والثبات، ويعتبرونه لا يمثل قيم ريال مدريد رغم موهبته الكبيرة في ترويض الكرة. وفي هذا الصدد قال كذلك بعض الرواد على منصة إكس أنه كان من الأجدر أن يستقبلونه بأكاديمية رياضية كروية أو غيرها، أو نادي رياضي على الأقل يستفيدون منه الأطفال رياضيا. في الختام، ما رأيك أنت كمتابع لزيارة فينيسيوس إلى المغرب؟ وما رأيك في انتقادات الرواد؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة. إلى اللقاء.